كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. النهاردة احتمال تكون الوقفة او بكرة، مش عارفين لسه. على العموم انا قررت اعمل لهم ورقة لحمة النهاردة. تعالوا اقول لكم معايا ايه. معايا هنا 3 معالق صلصة لاني حباها تطلع حمرا. دي تاني تتبيلة يا جماعة لورقة اللحمة. كده فاضل لكم تتبيلة كمان هنعملها مع بعض ان شاء الله في مرة من المرات. عندي هنا 3 معالق صلصة. عندي ملح بس هو حصل فيه كده من المية بتاعت الصلصة، ما علينا. وبهارات لحمة وكزبره وكمون وفلفل اسود وحته كبابه صيني صغيره خالص، ممكن تستغنوا عنها لو هتضيفوا بهارات اللحمه. هضيف ايه كمان؟ هضيف حوالي معلقه خل بتخلي اللحمه دايبه دوب. وهضيف 3 معالق زيت. تمام. واخلط بقى مكوناتي دي كلها مع بعض كده. دي اللحمه بتاعتي لحمه بلدي عاديه جدا، مش هقولكوا استخدموا لحمه نوع كذا ولا نوع كذا، لا اللحمه اللي بتستخدموها عادي. والتتبيله تتبيلتنا هتخليها حلوة قوي. دلوقتي هنزل بالتتبيلة بتاعتي وتقدروا تسيبوها ليلة كاملة. يعني انا لما بعملها بسيبها ليلة، بس بصراحة ما كنتش قادرة امبارح ان انا اعمل اي حاجة، فهسيبها بس لحد ما اجهز باقي المكونات. صدقوني هتطلع ان شاء الله حلوة. وجربوها يا جماعة وهستنى رأيكم. قلبتها في التتبيلة وهسيبها بقى، ويلا نكمل مع بعض. هنا الخضار بتاعي بقى، عندي فلفل اخضر وطماطم وبصل اكتر من الطماطم. وعندي توم، دي حوالي راس توم، 3 بصلات وطماطمتين ونص صغننين، وقرنين فلفل اخضر بارد او حراق زي ما انتوا عايزين. وطبعا هنزل بيهم في حاجه واسعه كده وكبيره. تمام. عندي بطاطسيتين صغننين عشان لو حد حب ياكل معاها بطاطس. بالخضار بتاعي هديله رشه ملح بسيطه. اضيف بقى كزبره وكمون وفلفل اسود وكمان حبه زيت. تمام. للاسف ما لقيتش ورق زبده، ورق فويل، فاستخدمت ورق زبده بس. وهغطيه بعدين بغطا حله، وان شاء الله التجربه بتاعتي دي تنجح ان شاء الله. اصل هعمل ورقه لحمه، يعني هعمل ورقه لحمه ان شاء الله. نص الكميه بتاعتي الخضار اللي احنا عملناه مع بعض من تحت، وهضيف عليهم اللحمه وباقي كميه الخضار. برص فيها كده وبحاول ارصها رصه حلوه كده على الورق بتاعي على الخضار. رصيت الكميه بتاعتي كلها وهنزل بالتتبيله بتاعتي القمر دي، مستحيل ارميها. شايفين والله شكلها حلو وريحتها حلوه قبل ما تستوي حتى. يا جماله يا جماله يا جماله، لا تسلم ايديا بجد. اقفل بقى، ويا رب التجربه دي تنجح وما تكسفناش. هقفل كويس يا جماعه وارجع لكم. هنسى حاجه مهمه. كنت هنسى حاجه مهمه يا جماعه. هنضيف نص كوبايه ميه. تمام. الخطوه دي مهمه جدا. وهغطيها بغطا حله وادخلها على فرن سخن. الساعه دلوقتي 2. هخليها لحد ما تستوي بغطا حله صغير عشان يضغط عليها كده. وهتابع هي جوه الفرن. اوكي. نغسل بقى المواعين عشان ماما ما تنفخناش، وارجع اوريكم شكلها بعد ما تستوي. تمام. طلعت ورقه اللحمه وتعالوا نشوف ايه الاخبار. يا رب تكون النتيجه نجحت، بس انا حاسه ان هي نجحت. يعني بصوا الورق كام. بسم الله ما شاء الله. الله ايه ده. ثواني يا جماعه كده. لا بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها قمر ازاي. ساعدني شكرا يا لولو. بس عايزاكم بقى تخلوا بالكم عشان البخار انتوا بتفتحوها. لا 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 لا، ايه الجمال ده. بصوا اللحمه دايبه دوب على الاخر. تاخد. مين هياخد الحته دي؟ ليه يا لوجي؟ مع الفطار. طب هخلي حد يجي يدوقها لكم. استنى. انا هتدوق. شكرا يا جنة بجد. الله. طعمها حلو. جامد جدا. بالهنا والشفا يا حبيبتي. وده كان الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه. باي باي. باي باي يا لوجي.